الطرف الآخر الطرف المغربي قدم ما يكفي، لا أقول لإرضاء الجزائر ولكن لتليين موقف الجزائر بصراحة. صالح، أنا كاحترام للمغرب وتاريخ المغرب والمساعدات اللي عطاوها لنا يعني السلطان المغرب مش لا دعني الآن لو تكرمت لا نتحدث عن التاريخ، لأنه تاريخيا كل الدول المغاربية هذه تبادلت المساعدات وكان لا حدود ولا غيره. حدثني الآن على هذا العصر الحديث. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد المنعم الرجاء. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن الإعلام الجزائري بعد رد صالح الأزرق على متصل جزائري. المغرب هو من حرركم من الاستعمار يا جزائري. وخاصة بتحييد دول مهمة كالجزائر والمغرب عن الدفاع عن القدس والأقصى كما تقول صوفيا من ألمانيا. نبدأ في استقبال مشاركاتكم. معنا مشاركة أولى. محمد، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليك السلام. يا اخي الحكام هذو يتمسخروا بينا، الشعب الجزائري ميت والشعب المغربي ميت والشعب التونسي ميت والشعب المصري ميت، هذو يتمسخروا بينا. احنا انا بابوز ولا غير، انا شوي زب، فهمت يا اخي؟ ولا كان وش قادر يقول لنا اسرائيل والتمسخير هذا؟ حلوا لا فرونتيير مع المغرب، ما تكذبوش علينا، حياتكم بكل وانتم ما تكذبوا علينا، فهمت يا اخي؟ الحكام تاع المغرب والحكام تاع الجزائر يتمسخروا بالشعوب، فهمت يا اخي؟ حلوا لا فرونتيير وخليونا احنا. وانا جو با فيغ لا غير كونتر المغاربه، انا جزائري ما نديرش لا غير كونتر المغاربه. تحبوا تقابلوا انتوما، احنا مسلمين. القاتل في النار، فهمت؟ والمقتل ثاني كيف، فهمت يا اخي؟ احنا ولا طابوز ولا قال هذا. طيب. يتمسخروا بنا وما يتعلموا. شكرا لك، قلت ذلك وكررتها. محمد من فرنسا، اشكرك. عبد العظيم من الاردن يقول: اولا كل عام وانتم بالف خير، وانت بالف خير ايضا. يقول ثانيا: لقد ثبت بما لا يدعو مجال للشك ان هؤلاء الزعماء العرب عباره عن دماء تحركها القوى العظمى في العالم. ما يحدث بين المغرب والجزائر أكبر دليل على ذلك، وما يحدث في بلادنا العربية كذلك. والكلام لعبد العظيم من الأردن. صلاح من أمريكا يقول: الجزائر اتهمت المغرب بالقصف والحرق والقتل والتجسس وأشياء أخرى، لكنها لم تقدم ولو دليلا واحدا. عندما يكون لديك الدليل تلتجئ إلى مجلس الأمن، وعندما لا تتوفر على الدليل القاطع تلجأ إلى المواقع لتصريف الحقد والكذب، كما يقول صلاح من أمريكا. توفيق من المغرب يقول: تصريحات مؤسفة للرئيس الجزائري. مهما حصل بين الإخوة لابد أن يبقى المرء على خط العودة، أو يبقي على خط العودة، وأن لا تقطع أواصر العلاقة. اللهم أصلح ذات بيننا، يقول توفيق من المغرب. شكرا لك على هذه المشاركة توفيق. أبو الطيب، مساء الخير. أقول أخ صالح، يا أهلا بك. والله أنا سمعت فعلا الحديث اللي دار مع السيد تبون مع قناه الجزيره، وانا عندي واحد النقطه غادي نرد عليه. حيت قال لك اودي هو واحد مثل شعبي، قال لك الباب اللي يجيك منه الاخر سدو واستريح، هكذا قال هو. فعلا هو تبون ولا النظام الجزائري خاف من الريح المغربي، يعني ريح الديمقراطيه، ريح الشفافيه، ريح يعني تداول على السلطه، اسلاميين يساريين يمنيين، رياح مدنيه الحكومه لا وزير عسكري فيها، وبالتالي هو يخاف من هذا الرياح. الان اقول لضيفك الذي كان قد ذكر من قبل بان هذا جاء يعني بعد العلاقه الاسرائيليه المغربيه ويعني التجسس وغير ذلك. انا اقول لك الاخ صالح بكل صراحه، من عهد الاستقلال الى يومنا هذا لم نرى الى الايام السوداء مع الاشقاء في الجزائر، وبالتالي لا ياتي فرد من الان يعني ويتهمنا نحن وكذا. انا عذر واحد اعطي للسيد تبون، عذر واحد انا اعلم جيدا بان هذا افتي عليه واجبر على قول هذا. لا شكرا لك ابو الطيب. ابو الطيب عزيزي، انا طلبت من الجميع عدم الاساءات الشخصيه وعدم التقول على احد. يعني مرحبا بموقفك ومرحبا باي موقف ايضا من الجزائر، ونحترم هذا البرنامج ونحترم الغايه من تناول مثل هذه المواضيع الحساسه، لكن لسنا هنا للاساءه لا لهذا الزعيم ولا لذاك الزعيم. ارجو ان تتفهم رايي، وانا طلبت منك ولكنك لم تتقيد بذلك. شكرا لك ابو الطيب من المغرب. يعقوب من الجزائر. السلام عليكم، مساء الخير السي صالح. يا اهلا بك. يعقوب محمد من بسكره من الجزائر. تفضل.
سي صالح اعطيني شويه فرصه، نحكي لك النقطه الاولى. انا دعوت فرنسا لو عندنا 7 ملايين جزائري في فرنسا ورانا نحتاجوها وتحتاجنا، كنت تقطع العلاقات ولكنها قتلت مثلهم في الجزائر، يعني لا ادري يعني قتلت والالمان قتلوه والروس مات منهم 20 مليون والدنيا كل قتلت. بس انا نوضح لك حاجه برك، احنا فرنسا هذا معها الند بالند، فرنسا انا مع الند بالند. كنت دير حاجه، عندنا منظمه تعبنا الشهداء، وعندنا منظمه تعبنا المجاهدين، وعندنا تنسيقيه تعبنا الشهداء، والله نقلبوا الدنيا نقلبوها، واحنا مش قابلين. احنا نقعدوا مع المغاربه الند بالند، وما دام اسرائيل في المغرب، وما دام الصحراء الغربيه ينساو الحدود باش تفتح ولا العلاقات هذه ينساوها. طيب يا يعقوب يا عزيزي يا يعقوب، يعني الكلام هذا على فكرة مع احترامي لك هذا كلام من لا يقدر السياسة والمصالح الآنية والاستراتيجية للشعوب. عندما تغلق الحدود كل هذه الفترة، الخسارة ليست خسارة مغربية فقط، هي خسارة جزائرية أيضا، وربما الخسارة الجزائرية قد تفوق الخسارة المغربية. يعني أنا فقط أوضح بأن الخسارة مشتركة. سي صالح هاي نقول لك حاجه، والله الا 7 كلهم ينهبوا في الجزائر وعايشين منها تاع الحدود تاعنا اكل، والله يكون يفرموا الحدود تاع الجزائر اكل، ونبغى نخدم مع فرنسا ومع الترك ومع قطر ومع الروس ومع الصين. لا نحتاجوا واحد، 5 دول احنا نديروا مع علاقات، لا نحتاجوا واحد في العالم. هاي يا سيدي. شكرا لك يعقوب من الجزائر، اشكرك، شكرا لك. كمال من المغرب. عليكم. وعليك السلام. كي داير استاذ؟ لاباس عليك؟ يا هلا بيك. انا مع ذاك الاخ الجزائري كنقول باللي الحرب ما عندها حتى شي لزمه، راه حتى واحد فيها حتى واحد ما غادي يربح في الحرب. الرابح الاول هي فرنسا. ثانيا انا كنقول باللي النظام الجزائري خصو يتعقل، ولا سيما ان شهر رمضان الكريم داخل، يتعقلوا، راه حنا مسلمين خوت، ويحيدوا عليهم هاد المشاكل. راه ساهل، راه سميتها اوروبا كانت في حرب كبيره وكل شيء تصالح هما موحدين. ولهذا انا اتفهم النظام الجزائري ان عنده مشكل كبير في الداخل، هو كيسوق داك الشيء للخارج، كل شيء كيخرجوا لبرا باش يغطي على المشاكل اللي عنده، راه كل شيء كيعرفها. كمال، هي المشاكل. نعم. هي المشاكل موجوده في دولنا العربيه كافه، حتى المغرب فيها مشاكل داخليه، فقط للتوضيح. لكن ضيفنا منذ قليل كان واضح جدا، قال لك يعني نحن كنا في 2021 طالبين فقط توضيح، ولم نتلقى هذا التوضيح، والآن يعني تضاعفت ربما المشاكل كما يود أن يقول. توضيح من ماذا يا أستاذ؟ توضيح فيما يتعلق بتصريح المندوب المغربي حينها اللي تحدث على يعني القبائل في الجزائر. يعني كان يمكن للمغرب يا أستاذ نجاوبك الله يخليك. هذه القضية راه قديمة وما بغوش يتفهموها. هما كيمولوا عصابه اجراميه البوليزاريو 50 عام بالسلاح وبالارض، فهمتي، وفلوس الشعب الجزائري، فكيعطيهم الدبلوماسيين ديال البوليزاريو، وحنا المندوب ديال غير ردة فعل، غير كلمه قال كلمه عباد الله، قال كلمه جمله، هما قلبوا كاع الدنيا. يا استاذ راه هادشي راه ماشي معقول. وشكرا. شكرا لك كمال. حكيم من بريطانيا. حكيم. الو، مساء الخير صالح. مساء الورد. صالح، لو لاحظت الانترفيو البارح مع الجزيره كانك تتفرج في التلفزه الجزائريه، يعني كلش مطبوخ، سؤال جواب ولا نقاش ولا. هذا راي هذا طبون هذا الذي لا يمثله الشعب الجزائري. لا رجاء حكيم، أنا قلت عندما نتناول المغرب والجزائر أن نحترم قيادة كل بلد حتى لا نزيد من إشعال الفتن. لسنا هنا لإشعال فتنة، رجاء لو تكرمت. أنا جزائري لا يعنيني ذلك، قد تكون جزائري وأنت تقف مع طرف آخر، هذا لا يعنيني. أنا أطلب منك أن تحترم السياسة. تفضل. أوكي، هو مثل رئيسكم، يعني كلام فارغ، هذا لا ينفع الجزائر. الجيل الجزائري الجديد حب يصنع سيارات،
حاب يشرح تليفونات، حاب يطلع القمر، ما عنده وقت للضياع مع هذه الاشياء. طيب الباب مفتوح امامك، يعني من منعك انك تصنع سياره او طياره؟ لا هاهم بهذه المشاكل، بهذه المشاكل مع المغرب ومع فاهم. انت اخويا عندك ارض صغير وانا عندي اراضي كبيره، علاش ما نعطيكش الاراضي الكبيره ونكون خاوه؟ انا شوف صالح، انا سافرت في كل العالم، كل بلدان، عمري في حياتي ما تلاقيت واحد من الصحراء الغربيه. انا ما نعرفش الصحراويين منين جاوا، وانا جزائري فاهم. هذا كله كلام ضياع الوقت. خلي الشباب الجزائري يتقدم. طيب هذا كلام يا حكيم، الكلام كلام جميل نظريا. طيب لكن هل ترى أنت الطرف الآخر، الطرف المغربي، قدم ما يكفي، لا أقول لإرضاء الجزائر ولكن لتليين موقف الجزائر بصراحة؟ صالح، أنا كاحترام للمغرب وتاريخ المغرب والمساعدات اللي عطاوها لنا فوق يعني السلطان المغرب مش لا دعني الآن لو تكرمت لا نتحدث عن التاريخ، لأنه تاريخيا كل الدول المغاربية هذه تبادلت المساعدات وكان لا حدود ولا غيره. حدثني الآن على هذا العصر الحديث. صالح، أنا عندي بلد كبير، علاش نحن ندخل في خويا وندي له أرضه؟ نعطي له الصحراء هذيك ونزيد له تيتو ونزيد له بالشهر. واش في احنا خاف ومن بعد نحل الحدود ونبني بلد من المغرب لتونس، منطقة كبيرة. كلامك جميل، ولكنه كلام شعبوي أو شعبي، يعني على المستويات العليا وفي إدارة الدول الحقيقة صعب أنك تجد من يتحدث بهذا المنطق. شكرا لك على كل حال حكيم، أشكرك. قصة هذا تعطيني ونعطيك في مسائل بسيطة، لكن في قصة حدود الدول الآن هناك جيوش تسلح لحماية هذه الحدود. نعم هي حدود استعمارية صحيح للأسف، لأنه سابقا لم تكن هناك حدود بيننا، ولكن الآن نحن نتحدث على واقع قائم وعلينا أن نتحدث انطلاقا من هذا الواقع. هلال من الجزائر. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. على كل حال نحاول بقدر الإمكان أن نكون موضوعيين في تحديد طبيعة العلاقة ما بين الجزائر، هذا ما نبحث عنه. جميل. وبغض النظر عن ما وقع في التاريخ والمحطات التي عرفتها العلاقات، المغرب بطبيعة نظامه طبيعة عدائية تجاه الجزائر. فالجزائر بكل موضوعية لها حدود مع 7 دول، ولا يوجد لديها أي مشكل مع أي دولة، لا مع تونس ولا مع ليبيا ولا مع النيجر ولا مع مالي ولا مع موريتانيا ولا مع الصحراء الغربية، إلا مع المغرب. هذه نقطة استفهام. المغرب له 3 حدود برية مع الدول، وله علاقات عدائية مع هذه الدول. فله علاقات عدائية مع الصحراء الغربية حين احتلها، ولم يكتفي بالصحراء الغربية، له مشاكل مع موريتانيا وله مشاكل مع إسبانيا. إذن المغرب علاقته مع الجزائر أساسها أن الجزائر لا تملك أي ثقة في النظام المغربي، والجزائر أيضا بالمثل. نعم، الجزائر أيضا لديه مشكلة مع المغرب، ولديه مشكلة أيضا مع تونس بعد قصة براوي، وله مشكلة أيضا مع إسبانيا، وله مشكلة مع فرنسا. يا رجل كل الدول عندها مشاكل. تفضل. يا أخ صالح، لا ليس بهذا المفهوم. جميع العلاقات الدولية تعرف جميعها المشاكل. جميل. إذن لا توجد أي دولة. بالأمس القريب المشاكل ما بين السعودية وإيران وصلت إلى حد اندلاع حرب بينهما، ولكنه استطاع أن هذا ما أود أن أصل إليه. لماذا الجزائر اسمح لي فقط، لماذا الجزائر يغلق الأبواب عن أي إمكانية للوساطة بينه والمغرب؟ نعم، يغلق الأبواب لأن النظام المغربي طبيعته عدائية، وحتى لو عادت العلاقات الجزائرية، وقد عادت من قبل رغم كل المشاكل، إلا أنه لا يتوانى في استغلال أي فرصة للمساسة بالجزائر. في سنة 1994 95 حينما كانت الجزائر في أزمة أمنية
أمنية كانت قبلها العلاقات موجودة ما بين الجزائر والحدود مفتوحة، ولكنه اتخذ قرار انفرادي بدون أن يقدر النتائج المترتبة عليه، وأراد أن يخنق الجزائر مستغلا في ذلك ظروفها الأمنية. وأكثر من ذلك لم يمر عليها أكثر من شهرين أو 3 أشهر، حاول بكل طرقه أن يشيطن الجزائر في الاتحاد الإفريقي من خلال مساندته المطلقة لدخول إسرائيل إلى الاتحاد المغربي، وذلك كله في محاولة فاشلة لكي يحد من السياسة التي تنتهجها الجزائر، حتى استغلاله لشيطنته للجزائر من خلال محاولة ربطه للعلاقة ما بين الجزائر وإيران، وذلك محاولة فاشلة أخرى لسيطنة الجزائر. يعني شوف بكل اختصار، يعني قلت أنا بكل موضوعية الجزائر عندها 7 حدود برية مع 7 دول، ولا يوجد لديها مشكل مثل ما هو موجود مع المغرب. شكرا لك قلت ذلك، أشكرك هلال، شكرا لك قلت ذلك. ليلى من فرنسا. ليلى مساء الخير. الو مساء الخير. الو اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم اخ صالح. وعليك السلام. يا اخي انا حبيت نطرح سؤال. الو تفضلي. اخ صالح، اين المشكل اذا الرئيس تبون قال العلاقات بيننا وبين المغرب لا رجعة فيها؟ إذا كانت المشاكل هذه سنين والغدر والحقد والعداوة ما عادش نوصلوا حتى الحرب، لكن كل واحد، أنت جاري وأنا جارك، أنت في دارك وأنا في